ازيك يا عم اشرف عامل ايه؟ الف سلامة عليك طبعا. معلش كده يا عم اشرف، احكي لنا كده ايه مشكلتك؟ مشكلتي والله ان انا ليا تأمينات مش عارف اخدها بقى، مش لغايه دلوقتي بقى من 2022 لغايه دلوقتي ما خدتش معاش، ومش عايزين يدوني معاش، وانا مش عارف اعيش، مش عارف اعيش ازاي بصراحه، ومش عارف اعمل ايه. انت كنت شغال سواق يا عم اشرف صح؟ اه، ايوه. وطبعا ربنا يشفيك ويعافيك، رجلك اتبطرت وما قدرتش بعد كده تاخد اي حاجة منهم لا ولا خالص تنزل لغايه شغل تاني. دلوقتي، لا لا لا. لا والله بس. طب ايه المشكلة في التأمينات او ليه مش عاوزين يدوك التأمينات بتاعتك والله ما والمعاش؟ اعرفش، قالوا لي انت ليك 4 شهور، ولازم تجيبهم، ما عرفتش اجيبهم، ففي الاخر خالص قالوا لي طب يعني انت مستغني عنهم؟ قلت لهم اه. الكلام ده في شهر 9 اللي فات، ولغايه دلوقتي ما ردوش عليا خالص. انت دلوقتي كده عايش بقالك 4 شهور ولا عارف تصرف ولا في اي تأمين ولا لا في مفيش اي اي معاش ولا لا في اي مفيش حاجة اي جديد خالص؟ خالص، مفيش اي جديد. استنى حتى هم يتصلوا عليا، ما بيتصلوش بيا. ماشي، اسمك ايه يا عم اشرف بالكامل وسنك؟ اسمي اشرف امين ابراهيم احمد الشاهد، سني 57 سنه. ان شاء الله انا الفيديو دوت هنزله، وربنا المستعان حد يقدر يساعدك في التأمينات او في المعاش، او حد يبقى ابن حلال يقدر يشوف حالتك، وخير ان شاء الله يا عم اشرف. خير. والف سلامة عليك يا حبيبي.